زلزال مدريد. كلوب وصلاح في أتلتيكو وبداية عصر ما بعد سيميوني. النهاية التي لم يتخيلها أحد. الستار يسدل على الحقبة الأطول والأكثر جدلاً في تاريخ مدريد الحديث. بعد ليلة قاسية في ملعب أنويتا وخسارة الكأس أمام ريال سوسيداد، تبعها خروج مرير من دوري أبطال أوروبا على يد أرسنال، وجد أتلتيكو مدريد نفسه خارج المنافسة على الليغا مبكراً. هنا وفي هذه اللحظة تحديداً قررت إدارة الروخي بلانكوس أن الوقت قد حان. سيميوني خارج أسوار المتروبوليتانو. إسبانيا لم تنم ليلة أمس. زلزال بقوة 9 ريختر يضرب العاصمة الإسبانية. المدير الرياضي لأتلتيكو مدريد لم يضيع دقيقة واحدة. الاتصال الأول لم يكن محلياً، بل كانت الوجهة نحو يورغن كلوب. نعم، الألماني الذي يمثل الحلم الجميل للجماهير هو الهدف الأول. وكيل أعمال كلوب تلقى العرض الرسمي، وبدأت ملامح صفقة القرن تتشكل في الأفق. لكن كلوب ليس مجرد مدرب، إنه صانع هوية، وشروطه كانت واضحة كالشمس. كلوب أخبر الإدارة أنه لن يأتي لبناء فريق للمركز الثالث، بل لصناعة بطل لأوروبا، والشرط الأساسي محمد صلاح. كلوب يرى في الفرعون المصري القطعة الناقصة في تشكيلته الجديدة بمدريد. يريد تحويل المتروبوليتانو إلى أنفيلد جديد، وصلاح هو القائد المنتظر لهذا المشروع الملحمي. الأمور الآن وصلت لمرحلة الحسم. المفاوضات قائمة على قدم وساق، والحديث كله يدور حول الأرقام. راتب كلوب الضخم، وميزانية التعاقد مع صلاح، وتفاصيل المكافآت. كل شيء واقف الآن على توقيع أخير وموافقة مالية نهائية من ملاك النادي. هل يضحي أتلتيكو بكل شيء ويحطم خزانته من أجل عيون كلوب وصلاح؟ الصحف الإسبانية وصفت ما يحدث بانفجار مدريد. الجميع يترقب الإعلان الرسمي الذي قد يغير خريطة كرة القدم في أوروبا لسنوات قادمة. فهل نرى صلاح وكلوب بقميص الأتلتي قريباً؟ أم أن لغة المال ستفسد طبخة القرن؟